دلوقتي احنا قلنا ان الميه بتدخل من الجانب الشرقي صح؟ تدخل المقياس من هنا عشان العمود يقرأ. ولاحظوا احنا بندخل احنا بننزل هو ده في وقتها ما كانتش ارتفاع الارض كده، ده الارض ارتفعت مع الزمن، لكن شايفين دي المكان ده هنا بير اهو هيبقى قصاد ايه؟ قصاد الفتحات، لكن هنا اصلا المفروض ان البير او المقياس في وسط الطمي، في وسط النيل، اسف في وسط الجزيره اهو طمي صح؟ الميه بقى بتدخل له ازاي؟ في فتحات وانفاق هنا، تعالوا اهو بصوا هنا كده اهي من هنا انزل خد بالك اهي هنا. وتعالى بقى يا حكيم كده، لان برضو الميه بتعدي من تحتنا هنا كمان، وهتلاقي في مقياس جديد اتعمل. تعالى بصوا يا جماعه، خلاص عرفتوا هي هتوصل من هنا، هتمشي في انفاق جوه لغايه ما توصل لفين؟ للمقياس هناك. طيب بصوا هنا بقى كده الميه ده علشان نشوفها لازم نقف في المركب اللي هناك دي، هتدخل من تحتنا من هنا. ادي الحته دي، ايوه ظهرت كده. وصلت؟ لا ما تيجي، ما احنا بنقول كل ده علشان هي لما تدخل ما تأثرش على العمود وتستقر وتدي القراءة الصحيحة، فكل ده على ما توصل لهناك لقلب البير اللي هناك. تاني اللي مسؤول عن الكلام ده اسمه ايه؟ شيخ المقياس. ده كانت أسرة بالمناسبة بقى لغاية 247 هجري 861 ميلادي كانوا مسيحيين، هم اللي مسؤولين عن الكلام ده، لغاية ما الخليفة المتوكل هو اللي لغى الكلام ده وقال لهم لا خدوها بقى من ايد المسيحيين وتروح لمسلمين. فاول عيله مسلمه اشتغلت في الموضوع ده واحد اسمه عبد السلام بن الرداد، كان مؤذن، هو كان اول شيخ مقياس من المسلمين. لكن قبل كده ليه المسيحيين؟ لان هم اللي عندهم خبره. فانا بتكلم لغايه 207. شوفوا الاسلام دخل مصر من امتى؟ من 20 هجري ل 247 هجري، يعني 200 وكام؟ 227 سنه. 227 سنه في ايد المسيحيين، هم اللي كانوا المسيحيين، هم الكتبه وهم المكسه وهم اللي ماسكين كل المناصب الاداريه اللي هي لها علاقه الماليه. هم كانوا شطار في الكلام ده من عصر الدوله الرومانيه وما زالوا. طيب في مقياس بقى جديد اتعمل اهو، شايفين؟ دي المقاييس الجديده بقى، قرب لي عليه كده، واضح؟ ده لما ابطلوا المقياس ده خلاص ده بقى اثر، فده اللي اتعمل. على فكره الموضوع يبدو ان هو سهل، لكن انت لازم ان المقياس ده يبقى متطابق مع المقاييس اللي قبل منه ومع الارض من تحت. انت لازم يعني في اللي بيعمل الكلام ده مهندس ري، مهندس بقى اللي كان بياخد، مهندس من 120 سنه اللي كان بياخد الشهاده على الاله الكاتبه، مهندس يعني اللي هو النهارده برتبه عالم، يتقال عليه عالم، هو اللي بينزل وينزل الناس في الميه وياخد بقى القراءه من تحت علشان يوصل لهنا، لان ده بنقول تاني ان هو اتلغى. نرجع تاني للظل. في اي اسئله؟